حلقة النهاردة من سلسلة اتيكات فرجة هنتكلم عن الطريقة الصحيحة علشان تطلب حاجة انت عايزها من اي شخص، ايه الخطوات اللي المفروض تعملها والحاجات اللي ما ينفعش تعملها، امتى تتمسك بطلبك وتتصرف ازاي لما طلبك يتقبل او يترفض، وكل حاجة تمكنك من طلب اي حاجة انت عايزها بكل ادب ورقي. دايما حاول توصل بنفسك الاول للحاجة اللي انت عايزها دي قبل ما تطلب المساعدة من اي حد، لان واحد من الانطباعات اللي ممكن الشخص ده ياخدها عنك هو انك كسلان ومش عايز تتعب نفسك، فقررت انك تلجأ له هو علشان يعملها لك. واحرص كمان انك تعرفه اللي انت قمت بيه وانك حاولت بنفسك الاول وجربت كل الطرق الممكنة ولكنك ما وصلتش، علشان كده انت بتطلب منه اللي انت عايزه. ده مش بس بيزود من عفتك واخلاقك قدام اللي بتكلمه، بس كمان بيزود فرصة انه يقبل طلبك. واحدة من الحاجات المهمة جدا واللي للأسف ناس كتير مش بياخدوا بالهم منها هي الوقت اللي تطلب فيه الطلب بتاعك. مهما كنت مستعجل ومهما كان طلبك ملح، بيفضل اختيار الوقت المناسب هو اللي بيفرق الناس المهذبين عن غيرهم. الوقت المناسب ده هو اللي متعطلش فيه حد عن حاجة مهمة بيعملها أو تضايقه وتقلق راحته بأي شكل كان. المقدمات الطويلة والكلام التمهيدي للي انت عايز تطلبه في الغالب مش بيكون فكرة كويسة. الشخص اللي قدامك ممكن يزهق او يفقد حماسه لما يلاقي كلامك مش مفيد لأول كام دقيقة، فبدل كل ده ببساطة ادخل في صلب الموضوع مباشرة بعد التحية. مفيش اي تعارض بين انك تتكلم باسلوب لبق ومهذب وبين انك ما تضيعش وقت اللي قدامك، بل على العكس الحاجتين بيكملوا بعض. لو الشخص اللي قدامك وافق انه يساعدك او يعمل لك الخدمه اللي انت عايزها، امر مسلم بيه انك هتشكره بشده وتبين امتنانك ليه. اختار كلمات قليله وحلوه توصف بيها امتنانك ده حتى وان كان حجم المعروف ده مش كبير للدرجه. كمان احرص انك تساعده في اول فرصه يحتاج فيها لاي خدمه منك. مهم جدا انك تبقى مجهز رد في عقلك في حالة ان الشخص ده بأي شكل من الاشكال رفض طلبك. ناس كتير مش بيبقوا حاطين الاحتمال ده من الاساس وبيتفاجئوا بيه ومش بيبقوا عارفين يتصرفوا ازاي، وساعات كتير رد فعلهم مش بيكون موفق ومخالف لأي قواعد. فلو السيناريو ده واضح قدامك والرد الاحتياطي حاضر في ذهنك، غالبا هتتصرف بشكل مثالي. ردك ده المفروض ما يكونش فيه اي عتاب او ازعاج للطرف التاني. بكل بساطة قول له ان مفيش مشكلة وانك هتحاول تشوف طريقة تانية، ولو طلبك ده مش حق صريح من حقوقك ولازم تاخده، اوعى تحاول تطالب بيه مرة تانية او بشكل تاني مهما كان. مبدأ ان الظن بيجيب نتيجة ده بعيد كل البعد عن الاتيكيت اللي احنا نعرفه. نشوفكم الفيديو الجاي.